السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ام علي. بعد الغياب الطويل هذا جبت لكم واحد الوصفه يعني لاصحاب الرجيم، ان شاء الله يعني تفيدكم، يعني صحيه غنيه بدون سكر، بدون مواد يعني كالزيوت. ولا نشوفوا هذه الوصفه. قلنا كاس تاع حليب هكذا، يكون حليب ماشي طايب، اخضر كيما حبيتي ديري اللحظه، ولا ديري الحليب تاع شكاير. عندنا واش نديرو؟ عندنا مغرف تاع الحبوب الشيا، مغرف نديروها كامل، نخلطو مليح هذاك الحبوب الشيا تتفاعل معانا. نزيدو نديرو 2 مغارف تاع الشوفان. هي يعني هذه الوصفه مليحه الواحد كينوض صباح اجا ياكلها في بلاصه اي حاجه، وبعدين واحد 2 سوايع ولا ياكل يشرب قهوه تاعو، ولا مليحه للتنحيف هذه الحبوب الشيا، ومشبعه. تشدلك حتى للعشاء. نضيفوا لها نص حبه تاع بنان هكذا نشوف. راك تشوفي انا دوكا ما راحش يعني ناكلها دوكا مع الصباح. دوك نقعد واحد الساعه ولا حتى تتنفخ معنا هذه الحبوب الشيا وناكلها. تشد لي حتى العشاء، نقدر ما ناكلش ان شاء الله يا ربي تجربوها. كاين اللي يدير لها شويه تاع العسل، كاين اللي يدير لها الياغورت ناتور، كل واحد واش يحب يدير لها. انا نحب نديرها هكا، وكيتفاعل معنا هذاك الحبوب الشيا، حبوب الشيا يولي كالجل. راني نعاود نوريها لكم. بعد ما خليتها ساعه ونص شكيش ولات تقلت معنا ما شاء الله. الذوق تاعها رائع رائع. هنايا تحبي في هاد الحاله تحبي ديري لها شويه تاع عسل، تحبي ديري لها عسل لازم يكون حر. تحبي، لان نحب ناكلها هنا بالبنان هذا اللي درتو يطلق لها الحلاوه، وناكلها الصباح تشد لي حتى العشيه. هذا الحبوب الشيا يعني بزاف تنحف تشين. جربوها وقولوا لي الطعم ديالها كيفاش داير. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، تستفادوا منه، والى فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.